النهارده احنا بنشجع المنتخب، بنفرح لما بيكسب وبنزعل لما بيخسر. بس زمان كرة القدم ما كانتش بتفرح، كانت عبارة عن خناقات، فوضى، دم. الناس كانت بتنزل تلعب وهي مش عارفة يا ترى هتروح بيوتها سليمة ولا لا. وده لأن ما كانش فيه لا قوانين ولا حكام، عشان كده كرة القدم كانت عبارة عن خناقات. تعالى كده ارجع معايا بالزمن للعصور الوسطى، هتلاقي ان مفيش عدد محدد للعيبه، مش 11 ضد 11 زي ما احنا بنشوف دلوقتي. دي كانت قريه ضد قريه، اللي عايز ينزل يلعب بينزل يلعب. الشارع كله كان ماتش، الكره في النص والكل بيجري. الكره نفسها بقى زمان ما كانتش كوره خالص زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي. كانت بتبقى معموله يا اما من الجلد تقيل او من مسانه الحيوانات، وده كان بيخلي الضربه منها بتموت على طول. وفي بعض الروايات التاريخية ذكرت إنه في بعض العصور الكرة نفسها كانت بتتعمل من جماجم الأعداء بعد الحرب، وده كان فيه استعراض للقوة. بسبب الفوضى دي الملوك قرروا يوقفوا اللعبة ديت في إنجلترا، زي إدوار الثالث أصدر قوانين إن الكرة دي ما ينفعش تتلعب في الشارع تاني خالص. لكن مع الوقت بدأت الناس تحط قواعد للعبة دي، وفي أوائل القرن ال19 بدأوا يحددوا ليها قوانين ويحددوا كمان عدد للعيب، واتحولت من لعبة ممنوعة للعبة العالم كله بالكامل. وده كله بدأ من شوارع العصور الوسطى. تفتكروا بقى يا ترى لو كانت كرة القدم دي ما اتمنعتش في العصور الوسطى كانت هتبقى زي ما احنا بنلعبها دلوقتي؟